بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحفيد في قانون الإيجار القديم، ووضع الحفيد بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، وضع الحفيد وعلاقته بالمالك في قانون الإيجار القديم. مستأجر أصلي أجر، خلف ابن المستأجر، الراجل الأصلي توفى، ابنه اللي قعد في الشقة واتجوز وخلف، توفى ابنه قعد في الشقة، ابنه هيتجوز برضه واتجوز وعنده عيال، وعمل البطايق كلها على العنوان، وعمل شهادات الميلاد على الشقة دي عشان هو عنده شك ان هو مش قاعد، هو ذات نفسه عارف ان قال لك ده حرام يعني، وبنفس القيمة الإيجارية. قانون كان بيحكم بالقانون، مش عارف القانون. جه حكم المحكمة الدستورية العليا وقال لا، ما يمتدش للحفيد. امتى؟ لما يكون جده، لو جده ده وفى قبل 14/11/2002 يبقى من حقه يمتد ليه عقد الإيجار. إنما إذا توفى الجد بعد 14/11/2002 ده المحكمة الدستورية قالت كده، مفيش حاجة اسمها حفيد. الزوجة والأبناء وبشروط. الزوجة اللي بيمتد ليه عقد الإيجار مش يمتد كده على طول، ليه شروط. إقامة مستمرة وهدية أو سنة قبل الوفاة. بس الناس بتتحايل، المستأجرين يتحايلوا على الحاجات دي، وهقول لكم الموضوع اللي بتكلم فيه تحايل. وجي واحد بيسألني أعمل إيه؟ قلت له يا أخي تعمل إيه؟ يقول لي الحل. قلت له حل وسطك، حل وسطك. أنت بتاخد حق مش حقك. الموضوع خلاص. قلنا الجد اتوفى قبل 14/11/2002، الحفيد بيرث، بيمتد ليه عقد الإيجار. مش عايز كلمة يرث دي عشان الناس بتزعل، وانا بزعل منها برضه. يمتد عقد الايجار دي ان هما كلمه ورث، ده هما بيتكلموا يقول لك ايه ده احنا مأجرين بتاع، بس ده جد ده ورثنا يا عم، ده المستأجرين ده ورثنا يا عم. مسألة ابو الملك هم ورث صحيح، هم عم، هم الملاك. الملاك ما بقوش ياخدوا حاجه ولا استفادوا بحاجه، ومأجرين ونايمين في الشارع. المهم، فقلنا الحفيد. فجالي لما الجد، لو الجد مات بعد، لو الجد اللي جده مات بعد 14/11/2002 ملوش ان يمتد ليه عقد الايه؟ عقد الايجار بتاع جده. فجالي واحد بيقول لي انا فتحت الشقه قعدت فيها. قلت له كويس، الشقه بتاعت مين؟ قال لي كان ايجارنا. قلت له مين اللي كان قاعد فيها؟ قال لي هي صراحه باسم جدي. قلت له كويس قوي. وبابا كان قاعد فيها. قلت له كويس قوي. وانت؟ قال لي اتولدت فيها. ماشي. ورحت اتجوزت وخدت عيله وقعدت بعيد. قلت له كويس. وبعد ما بابا مات وقفلنا الشقه شويه ايام، كام سنه كده وبتاع، ورحت فاتح الشقه ورحت ايه؟ قعدت فيها. دلوقتي انا سامع ان القانون بيقولوا كذا كذا، او بيقولوا مش من حق ان انا اقعد. الحل ايه؟ قلت له يا اخي حل وسطك، يا اخي حل وسطك يمكن يتحل. بحل وسطك يمكن تحل الموضوع. انت مالكش حق ان انت تقعد في الشقه دي. لما انت توفى، لما ابوك توفى وانت حفيد، ولا العادي مش باسم ابوك، لما ابوك توفى انت كنت ممكن قال لا انا كنت متجوز وقاعد بره، بس بقى هحاول اعمل ايه؟ اعمل شهاده ميلاد باسم العيال واغير العنوان قلت له لا، كده يعني مش حقك، ولا القانون بيديك الحق في كده. قال ما احنا ممكن نجيبها ونجيب شهود ونجيب، مش يعني هم عارفين عايز يفتح ويقعد ويجيب شهود، وافرض القاضي سمع الشهود واطمئن لهم، بس انت ما كنتش قاعد، وشهود كانت بارعه في القاضي حكم بالاوراق واقتنع بالشهود وحكم لك، انت حكم لك بقطعه من نار، خدت حاجه مش حقك. لما تقول لي لما اروح اجيب شهود واجي والشهود جاهزين هيجوا من العماره، ليه؟ هم مش عايزين الملاك يجي جنب العقار.
ليه؟ لا عايزين، عشان لما يقول لك لو احنا شجعناه يعمل مع المستاجر ده هيجي يعمل علينا بعد كده، فاحنا نقف معاه ويروح يشهد الزور. القاضي اقتنع وما يعرفش الزور، الراجل مش متفق معاهم وحكم لك. هل انت حكمك ده يبقى كويس؟ هل الشهود دي اللي انت جبتها كويسين؟ لا، هيتحاكموا عند ربنا. هو اداك، بس اداك قطعه من النار عشان انت اللي عارف، القاضي ما يعرفش حاجه. اه الراجل بورق ويطمئن الشهود وكده هو، والتاني ما قدرش، المالك ما فيش حد ليه، ما عرفش يجيب شهود من العقار ولا من جنبه، ما فيش حد راح يروح معاه. جاب شهود من حته تانية وقالوا لا ده مش قاعدين معانا مش كذا، والقاضي خبي شهود تاني. فبيقول لي ايه الحل؟ قلت له الحل اللي انت تسيب الشقه وتقفلها وتسلمها عشان ربنا ما يحاسبكش، واللي هتعمله ده يبقى تزوير، نجحت فيه بينك وبين ربنا مش هتنجح. دي علاقة الحفيد بالمستأجر قانون قديم. ده انت حفيد والتاني وارث، وظروف الراجل ده ايه بتاعك المالك ده؟ قال لي لا ده كام عاجل كده، مش كنت باجي، كان ابويا كان بيجي يدوم كده ايجار ومش عارف ايه واخر مره شتمناهم وقلنا لهم خدوا فلوسكم من المحكمه وما تجوش هنا خالص، وكذا واحد ما بقالكم كتير ما بيجوش. شوف، خدت انت جدك وابوك وانت والناس سابوا لكم الملك ومشوا. الراجل اللي اشترى بفلوس وعايز يعمل مستقبل لاولاده انتوا دمرتوهم، وهو مات بالجلطه ولا مات بالسكته بسبب هذه الاملاك، واولادهم بيعانوا من سبب تصرفاتكم انتوا الغلط. قلت له لا سيب الشقه، الشقه مش من حقك. لو انت كنت قاعد مع ابوك قبل الوفاه حتى لمده سنه اقامه هادئه ومستقره، او كنت قاعد معاه على طول انت ومراتك، كان هيمتد ليك انت. الناس هتقول لي طب افرض هو مات هتروح لمراته؟ لا ما يروحش لمراته، بس المستاجرين هيعملوها تروح لمراته. ازاي؟ ما هو ما فيش مالك بيجي يبص على حاجه. مين اللي قاعد في الشقه ده؟ انا ما اعرفش. طب العقد باسم مين؟ معيش عقد. دي علاقه الحفيد. مستنيين واملنا في 4/1/2025 ميعاد حكم بعدم دستوريه الامتداد القانوني لعقد الايجار. وشكرا.